نيو يا عيال، شكرا اخيرا جلد والد والدي يا شيخ. شكرا مبروك، اقسم بالله يستاهل وحش. بعد تعب يا اخوان 5 سنين وامراض ودنيا وبلاوي وولد ومرض واشياء كثير صارت له وتوقف وكان حيموت. اخيرا انا من يوم ما شفت النظرات دي يا عيال اطمنت، والله اطمنت. ارقام قياسيه كسرها حمزه اليوم، حقول لك هي الان. اول وحده كلمها امه يا عيال، اول وحده، الشخص اللي عانى معاه والشخص اللي تعب عشانه والشخص اللي شاله من الشيشان وداه السويد والشخص اللي تعب عليه وآمن فيه أمه، فدق عليها أول شيء. وحمزة شمايف قال أنا اشتريت كل شيء لنفسي الآن، وقت أمي راح أضبطها، راح أسوي لها كل شيء بعد ما أصير البطل. يا أخوان في ناس ما ناموا، في ناس ما قدروا يناموا من قوة التوتر يا أخوان. حمزة من يواد، مو من الصفر، من تحت الصفر. إنسان ينام في النادي يتمرن 3 إلى 5 مرات في اليوم عشان يصير، عشان اللحظة دي بس. واللحظة دي توقع اليوم أغلب الناس حضروها، حتى الناس اللي ما لهم يا رجل في القتال تابعوها. علمكم الرقم هذا للتاريخ، هذا الرقم اللي فوق عمره ما حد قد جابه. حمزة اليوم أول مرة يجيبه. حمزة اليوم مو بس صار بطل، لا حمزة كسر ارقام يا عيال عمرها يمكن ما راح تنكسر. القتال كله على بعضه 25 دقيقة صح؟ 21 دقيقة، متخيلين هو مسيطر على دي بي في الارض ورزع في وجهه ابكاس 529 يا رجل بوكس في وجهه و45 سترايك. فانت عارف كمية 12 اسقاط، 12 مرة طيح دي بي يا ابويا كأنه بيتضارب مع اخوه الصغير. بس انتوا عارفين وقلت لكم من اول حمزة لياقته تحسنت، حمزة لياقته تحسنت. كل الناس كانوا يقولوا حمزة لو وصلت الجولة الخامسة انتهى خلاص. في النهاية ايش صار؟ نيو الارقام هذه ما حد قد جابها في قتال على اللقب. الناس حيقللوا من الفوز ده، بس انا حاب اقول لك ترى ذاك اللي كان يتضارب معاه حمزة بطل العالم وترى قوي وما حد قد هزمه في اليو اف سي، اقوى منظمة في العالم، سيطر على اقوى واحد في الوزن لمدة 21 دقيقة من اصل 25. يا رجل خاف الله. لو لايك اذا حاب تعرف كل جديد في عالم القتال. السلام عليكم.